السلام عليكم. تاريخ الإمبراطورية العثمانية يقفل له 10 مواسم من جيم اوف ثرونز بريتنج 9.9 مستريح. النهارده وبعد أكتر من 100 سنة على انهيار الإمبراطورية اللي استمرت لأكتر من 600 سنة من وقت تأسيسها على إيد عثمان الأول سنة 1299، واللي كانت بتضم أجزاء من أوروبا وآسيا وأفريقيا. لما تيجي تبص على التاريخ الطويل ده وتتفرج على لحظات الصعود والهبوط، معارك وحروب، تحالفات وعداوات، حلم عثمان الأول اللي بيبقى حقيقة على إيد محمد الفاتح بعد فتح القسطنطينية وإمبراطورية عظيمة مع سليمان القانوني. أوقات نعنشة وفرفشة مع سلاطين كتير، منهم اللي خان واللي اتخان، اللي قتل واللي اتقتل. هتلاقي نفسك بتقول إيه ده؟ بجد الحاجات دي حصلت؟ إزاي يا جدع؟ في الحلقة دي هلخص لك أول 5 مواسم من سنة 1299 لسنة 1603، هنسميها أيام العز. أهلا بيكم في إستوريتو. اسمي إسلام والنهاردة هنحكي حلم عثمان. يلا بينا نبدأ. القصة بدأت تقريبا سنة 1299 لما عثمان الأول واللي كان زعيم للمسلمين في الأناضول بيقرر يعلن نفسه سلطان بعد ما عمل كمين كده على البيزنطيين وكسب. الإمبراطورية كلها اتسمت باسمه بعد كده. للأسف مفيش معلومات كتيرة حوالين عثمان الأول، بس الأكيد إن هو اللي أسس الإمبراطورية دي كلها. مش عارفين كتير عنه لأنه مفيش حاجات كتير مكتوبة عنه وقتها. المؤرخين النهاردة بيحاولوا إن هم يفرقوا بين الحقيقي واللي أي كلام، لكن القصص القديمة بتقول إن عثمان كان ابن أرطغرل وحفيد سليمان شاه، وكانوا كلهم من قبيلة تركية اسمها الأوغوز. في علماء مش متفقين على الكلام ده، بس المهم ان عثمان هو اللي بدأ يبني الإمبراطورية العثمانية واللي فضلت موجودة 600 سنة. عثمان شاف ان السلاجقة في إيران والعراق بقوا ضعاف بعد ما اتكسروا سنة 1293، فاستغل الفرصة دي وبدأ ان هو يوسع أرضه في الأناضول، وخصوصا ان هم كانوا بيحاربوا الروم في نفس الوقت. في بداية القرن ال14 الإمبراطورية العثمانية اللي كانت لسه بتتأسس بدأت تكبر من على الناحيتين، وقربت من بحر مرمرة ونهر سكريا. المشكلة ان العثمانيين في الوقت ده كانت الأسلحة اللي معاهم قديمة، وعشان كده مش عارفين يحاصروا مدن كبيرة زي القسطنطينية مثلا. العثمانيين ما قدروش ياخدوا مدينة بورصة إلا سنة 1326، وبعد كده خلوها العاصمة سنة 1335. في الوقت ده عثمان الأول بيموت وابنه أورهان هو اللي بيبقى السلطان. أورهان كان محتاج دعم عسكري، فراح لأخوه علاء الدين عشان يسأله عن رأيه. علاء الدين قال له أنت لازم تعمل جيش ثابت، يعني ناس تكون بتقبض مرتب يتعلموا يحاربوا وتبقى دي هي شغلانتهم. الحكاية كانت لسه جديدة وقتها، وده لأن الجيوش اللي كانت قبل كده كانت بس بتتجمع وقت الحروب، وكان كل اللي بيكون الجيوش دي ناس متطوعين. أورهان عمل بالفكرة دي، بس بعد شوية حس إن لسه في حاجة ناقصة، في تكاية، فراح لابن عمه كنداري يسأله عن رأيه. فقال له على فكرة ما خطرتش على بال حد. قال له انت هتعمل الانكشارية. يعني ايه؟ يعني هنجيب شوية اولاد صغيرين من الاسر المسيحية اللي هم غلبوها، وهيعلموهم ويدخلوهم في الاسلام ويخلوهم جنود اقوياء ومخلصين للسلطان. الانكشارية دول كانوا اول جيش محترف في اوروبا، مخلصين جدا للسلطان، وكمان السلطان كان عامل لهم قوانين صعبة جدا علشان يحافظ على ولائهم. مثلا كان منعهم من الجواز، بس الحقيقة ان الانكشارية ما ظهروش كويس او ما بدأش نجمهم يظهر يعني غير في زمان مراد الاول. بس أورهان هو اللي بدأ الفكرة دي. السلطان الثاني كان عايز يوسع الإمبراطورية أكتر. المنطقة دي بقت أهم بكتير على سنة 1331 لما بيستولوا على إزنيق، وبعد كام سنة سنة 1337 بيسيطروا على إزميت، وبعدها بسنة أسكودار، وبعدها ب7 سنين من آخر فوز أورهان قدر يسيطر على إمارة كاراسي. وخد لي بالك بقى عشان كمان في الوقت ده بقى صاحب جون السادس كانتاكوزينوس اللي كان هيبقى امبراطور بيزنطي بعد كده. من خلال الصحبة دي أورهان قدر ياخد موافقة ان هو يروح يغزو منطقة اسمها تراكيا. كان هدف العثمانيين ان هم يستولوا على المنطقة دي، وبالمرة نناسب كانتاكوزينوس ونتجوز بنته ثيودورا. وبعدها سليمان باشا اللي هو ابن أورهان سيطر على جاليبولي سنة 1354، ورغم ان البيزنطيين كانوا خايفين وحاولوا يبعدوهم بالذوق والتراضي، العثمانيين قال لك لا مفيش الكلام ده، والغارات اللي عملوها في المدينة جابت لهم فلوس كتير جدا، وده كان سبب لفت نظر كتير من الأتراك اللي عايزين ينضموا لهم. أورهان بقى رافض يسيب المنطقة دي وبيقول ان دي خلاص دي هدية من ربنا وبعتها لي، وده خلى الامبراطور البيزنطي زعلان وطبعا عينه مكسورة. في الآخر كل ده ساعد على سقوط الإمبراطورية البيزنطية وخلاها في حالة فوضى. الدنيا اتغيرت خالص في الدولة العثمانية سنة 1362، وده بعد ما السلطان أورهان مات وعمره كان حوالي 80 سنة. ابنه سليمان كان مات قبل كده في حادثة صيد، والناس بتقول لك إن قهرته والحزن على ابنه هو اللي خلوه يموت بسرعة.
المهم جه بعديه مراد الاول اللي هو كان ابن تاني الاورهان، وبقى هو السلطان الثالث للدوله. السلطان الجديد مراد كان عايز يوسع دولته، فبدا ان هو يضغط على بلغاريا سنه 1382. واول حاجه عملها ان هو اقنع الامبراطور بتاعهم انه يخلي بلده تبقى تحت حكم العثمانيين، بس هو هيفضل حاكم. مراد كان عنده طريقه جديده في الحكم، يعني كان بيخلي الحكام القدام في اماكنهم بس بشرط ان هم يسمعوا كلامه ويجيبوا جيش يساعده. بس طبعا ما كملش على النظام ده كتير، وجيشه بدأ يهاجم حتت كتيرة زي صوفيا ونيس. في الآخر العثمانيين برضو كسبوا معركة كبيرة اسمها معركة كوسوفو سنة 1389، وبكده بتقدر الدولة العثمانية ان هي تحتل صربيا كلها. الحرب دي كانت جامدة جدا، الجيشين اتدمروا تماما، قادة الجيش ماتوا في المعركة. العثمانيين كان عندهم جنود كتير في حتت تانية فجابوهم علشان يساعدوهم يكسبوا الحرب دي. وبعد ما السلطان مراد مات، ابنه اللي جه بعديه بايزيد بقى هو اللي بيحكم. العثمانيين اضطروا ان هم يرجعوا لبلدهم الاناضول علشان يحلوا مشاكل كتيره كانت حصلت بعد كل الحروب والجيش اللي اتبهدل خالص ده. وكمان كان في اماره اسمها قرمان بدات ان هي تهددهم. مراد زمان كان عمل حاجات بسيطه عشان يمنع الاماره دي من ان هي تاخد الاراضي اللي كانت تحت سيطره العثمانيين، بس يعني كان شغل على الخفيف. لكن بايزيد قال لك لا، مش هينفع نتجاهلهم اكتر من كده، وقرر ان هو يحارب قرمان قبل ما يروح يحارب بلغاريا والقسطنطينيه. علشان كده عمل ايه بقى؟ عمل صلح مع قرمان علشان ما يخليش الاتراك التانيين يروحوا يحاربوا معاهم. المسيحيين طبعا زعلوا جدا من اللي عملوه العثمانيين، فجمعوا جيوش كبيره وحاربوا العثمانيين في معركه كبيره اسمها نيكوبوليس سنه 1396. بس العثمانيين بيدوهم على عينيهم في المعركة دي، وبيقتلوا كتير من المسيحيين اللي كانوا معاهم من المجر وألمانيا وفرنسا. وبعد ما كسبوا المعركة دي العثمانيين بقوا خلاص واثقين أكتر في نفسهم. ساعتها العثمانيين قال لك احنا مش كنا عاملين معاهدة مع كرمان؟ اهي قطعها يا عم الحاج، وراحوا محاربينهم. والدولة العثمانية بقت قوية جدا تحت حكم بايزيد، سيطرت على حتت كتيرة في اوروبا واسيا. وبايزيد كمان كان عايز يوسع دولته اكتر، وده طبعا كان حلم كل السلاطين اللي قبله وكل اللي جم بعده. الفترة دي كانت مهمة جدا في تاريخ الدولة العثمانية، لان هي كانت بتعتبر بداية قوتها وبداية كبرها. في بداية القرن ال15 حصلت مشاكل كبيرة جدا بين السلطان بايزيد وبين واحد اسمه تيمور لينك. الراجل ده كان قوي جدا، والمشاكل دي كبرت لما حصلت حرب كبيرة بينهم سنة 1402 في معركة اسمها معركة أنقرة. تيمور حاصر الجيش العثماني وقعدهم من غير ميه لفترة، ولما العثمانيين حاولوا ان هم يحاربوه هو اللي كسب المعركة. وفي الوقت ده بايزيد واثنين من ولاده موسى ومصطفى اتقبض عليهم والباقي هربوا. موسى خرج من السجن سنة 1403، أما مصطفى فضل مسجون لحد لما تيمور مات سنة 1405. بعد كده مصطفى استخبى عند ناس صحابه، وبايزيد نفسه هو كمان مات بعد ما اتقبض عليه بشوية، مات في السجن. والناس على فكرة لحد النهاردة لسه بتتكلم مش عارفين تيمور لينك كان بيعامله كويس ولا لا. وبكده حكم بايزيد خلص والسلطان الرابع خلاص. بس وقعته دي قلبت الدنيا في الدولة العثمانية، لأن ولاده اللي فضلوا عايشين بدأوا إن هم يحاربوا بعض علشان يبقوا سلاطين. والحرب دي استمرت لمدة 10 سنين. قبل ما يموت تيمور كان عايز محمد يبقى هو السلطان الجديد، بس ولاد بايزيد التانيين اللي هم عيسى وموسى وسليمان ما كانوش موافقين على الكلام ده. وفي الفترة دي كل واحد من ولاد السلطان كان شايف نفسه ان هو حق بالسلطة، ومحدش فيهم راضي ان محمد هو اللي يحكم. سليمان راح عمل عاصمة جديدة لنفسه في أدرنا وسيطر على حتة كبيرة من أوروبا. أما محمد فكان قاعد في مدينة أماسيا. عيسى وموسى كانوا بيتخانقوا على مدينة بورصة، وفي الآخر عيسى هو اللي كسب. لما عيسى بقى قوي بدأ ان هو يحارب محمد، وخسر عيسى كل الحروب اللي دخلها، فراح مستخبي في الاخر في القسطنطينيه. دلوقتي محمد هو اللي سيطر على بورصه. بعد شويه هما الاتنين اتخانقوا تاني في حته اسمها كراسي، وعيسى هرب من المعركه مره تانيه وراح مكان تاني اسمه كرمان، فاكره؟ المهم في الاخر محمد امر بقتل عيسى في الحمام، وسليمان اللي كان بيشجع عيسى اخوه التاني قدر ياخد منه بورصة وأنقرة اللي كان محمد أصلا مسيطر عليه. وبعد كده محمد وموسى بقوا أصحاب، وموسى راح يحكم جزء من الدولة في أوروبا، وسليمان عمل اتفاق مع ملك بيزنطة اللي كان اسمه مانويل الثاني باليجولوس وحارب الصرب وكسب. بس في الحرب دي سليمان ضرب اخوه موسى، بس الحظ قلب عليه من تاني وسليمان بدأ يخسر كل اللي معاه، وده بسبب ان بيقول لك انه كان راجل متقلب المزاج. المهم ان في الوقت ده موسى راح استغل الفرصه لما سليمان ضعف وكسب حرب وسيطر على مدينه أدرنا سنه 1411. سليمان حاول يهرب بس مات في الطريق، وكده بقى عندنا سلطانين في الدوله، موسى ومحمد. موسى كان زعلان واخد على خاطره
موسى كان زعلان واخد على خاطره قوي من امبراطور بيزنطة علشان كان بيحب سليمان اكتر منه، فقرر ان هو يحاصره في القسطنطينيه. الامبراطور طلب مساعده محمد، ومحمد حاول في الاول ان هو يساعده بس ما قدرش يطول معاه علشان لان محمد كان عنده مشاكل تانية لسه عايز يحلها، فراح طالب مساعده من واحد قوي جدا في صربيا. لما رجع بقى حارب موسى وكسبه وقتله. بعد ما محمد كسب كل الحروب دي بقى هو السلطان الوحيد للدوله، وبدأ بعد كده يجمع كل الاراضي اللي اتفرقت بسبب الخناقات اللي حصلت دي كلها. في الفتره اللي بعد كده محمد حاول يزود قوه دولته في كل حته، بس كان في مشاكل كتير زي اخوه تاني مصطفى اللي طلع بعد ما كان مستخبي وحاول يعمل مشاكل. كان في شيخ اسمه بدر الدين كان بيعمل هو كمان مشاكل كتير لمحمد، وفضلوا هما الاتنين في خناقات مع بعض لمدة 4 سنين لحد لما محمد في الآخر مسكه وقتله. بعد كده محمد بيموت سنة 1421. اللي بيجي بعديه ابنه مراد الثاني هو السلطان الجديد. في بداية حكم مراد امبراطور بيزنطة مانويل الثاني ساعد واحد من عمام مراد يعني علشان يرجع يحكم، وقال ان الراجل ده هو اللي يستحق يكون سلطان. بس مراد في الاخر قدر ان هو يهزم عمه ويقتله، علشان كده مراد قفش على امبراطور بيزنطة وقرر ان هو يحاصره في القسطنطينية. بس قبل ما ياخد القسطنطينية امبراطور بيزنطة حاول ان هو يستغل اخو مراد الصغير علشان يحارب مراد، بس مراد برضو قدر يكسب اخوه الصغير ورجع مرة تانية علشان يحط على امبراطور بيزنطة. بعد كده مراد بدأ يركز على ان هو يقوي الدولة دي ويوسعها، فبدأ يحارب دول كتير زي البندقية وصربيا والمجر. سنة 1444 مراد الثاني بيتعارك مع جيش من المسيحيين الصليبيين في معركة فارانا، واللي كان بيقود الجيش ده واحد اسمه جون هنيادي. خليك معاه ده. المجريين وحلفائهم اتبهدلوا واتحط عليهم وخسروا المعركة دي. حاجة غريبة برضو حصلت ان فلاد دراكولا اللي كان بيحكم ولاشيا وقتها بعت ابنه الكبير علشان يساعد هنيادي والصليبيين، رغم ان مراد الثاني كان ماسك ولاده الصغيرين علشان يضمن ان دراكولا مش هيخونه. الموضوع ده اثاره ما كانتش كبيره وقتها، بس بيعرفك ان قد ايه كله كان بيخون في كله. قبل معركه فارانا مراد الثاني ساب الحكم لابنه محمد الثاني. محمد زهق من المسؤوليه بسرعه وقال له انت لازم ترجع تحكم، خصوصا ان كان في جيش مسيحي، وركز معايا عشان محمد ده مش اي محمد. بعد ما كسب المعركه وخلص من الصليبيين راح عشان يريح شويه، بس عيري ما سابوهوش ورجعوا كلموه تاني علشان كان في ثورات من الانكشاريه. ما خدش وقت كتير لحد لما كان برضه لازم يرجع يحارب المسيحيين تاني، المره دي في معركه اسمها كوسوفو. جون هنيادي اللي كان خسر في معركه فارانا جمع جيش كبير من المجر وبلاد تانية وحاول ان هو ينتقم من العثمانيين. مراد فاجئهم وراح قابل الجيش المسيحي في مكان اسمه حقل قطب كوسوفو وحط عليهم تاني. بعد كده مراد قدر يحل مشاكل تانية زي مشكلة مع ابن تيمور وسيطر على مناطق جديدة. كمان حاول يهزم الألبان اللي كان بيقودهم اسكندر بيك، بس ما قدرش. في الآخر مراد مرض ومات سنة 1451، وبعد كده ابنه محمد الثاني رجع مرة تانية علشان يبقى هو السلطان. محمد الثاني اللي هيبقى بعد كده محمد الفاتح بسبب الإنجازات الرائعة اللي حققها خلال فترة حكمه. كان حريص جدا إن هو يكمل مهمة الاستيلاء أو فتح القسطنطينية زي حلم جدوده، وعشان يهدي الدنيا شوية راح عمل معاهدة سلام مع المجر والبندقية في الوقت اللي كان بيجهز ويتكتك بحرية إن هو يجيب بيزنطة. سنة 1453 وبجيش من حوالي 80,000 جندي أو أكتر، وأكتر من 100 سفينة بحرية وحاجة فخمة كده ما كانتش عند حد من السلاطين اللي قبله، محمد بدأ الحملة اللي سماها سقوط القسطنطينية أو فتح القسطنطينية. الانتصار ده كمل لأكتر من 50 يوم، والنتيجة كانت انتصار ساحق للعثمانيين المسلمين اللي أعلنوا القسطنطينية عاصمتهم الجديدة. المهم بعد كده السلطان بيستولى على آخر الدول البيزنطية المتبقية وبيكمل مسيرته لأوروبا. محمد الفاتح عهده اتسم بتغييرات جذرية في الحكومة، كان في بيروقراطية أكتر، مركزية أكتر، وكان بيعين الناس اللي ممكن يكونوا مخلصين بجد ليه، ده بجانب علاقاته الكتير اللي كانت مع الدول المسيحية في أوروبا. من أشهرهم طبعا علاقته بفولاد الثالث دراكولا. زي ما قلت لك كان 2 من ولاد فلاد دراكولا راهنتين عند مراد الثاني عند أبو محمد، رادو وفلاد الثالث اللي هو دراكولا. كبروا مع محمد واتطورت بينهم علاقات مختلفة. رادو اختار الامبراطوريه العثمانيه وان هو يكمل معاهم كصديق مدى الحياه وحليف لمحمد، لكن فلاد بقى خصم عنيد حارب لحد لما في الاخر فرفر ومات. في اشاعات كتير وحاجات كتير اتقالت على اللي حصل في الفتره دي، بس احنا نقدر نلخصها نقول ان كان في علاقه احترام متبادله بين السلطان محمد الفاتح ودراكولا، ومشيها احترام. كده كده محمد الفاتح كان واثق جدا في الامبراطوريه العثمانيه نفسها وقت حكمه، وكان مستعد ينسحب من صراع يعني مش شايف فيه اي نجاح قريب، لانه كان حاكم لامبراطوريتين كبار بعد ما اوريدي كان ضم الامبراطوريه البيزنطيه، وطبعا كان عارف ان قوته مش سهل ان هي تنكسر ابدا.
التسامح اللي كان عند محمد الفاتح كمل وظهر وقت حكم ابنه بايزيد الثاني اللي مسك العرش بعد وفاة أبوه سنة 1481. بداية حكم بايزيد الثاني كانت شوية فيها صراع مع أخوه، لكن أول لما ثبت نفسه بايزيد بدأ يغير شوية في سياسة أبوه وركز أكتر على السياسة الداخلية في الشرق والغرب، وده خلق نظام منظم اكتر. ورغم انه ما كانش مشهور بسبب الصراعات اللي دخل فيها، الا ان هو عمل جهود كبيره جدا في غزو اراضي جديده في فينيسيا وفي دول البلقان. لكن يمكن القرار اللي اكتر حاجه فاجئت الناس واللي خده بايزيد الثاني في نهايه القرن ال15 كان رد فعله على طرد المسلمين واليهود من اسبانيا سنه 1492. بايزيد ادان جد من اللي عمله فرديناند ملك اراجون وايزابيلا الاولى، وبعت البحريه العثمانيه علشان تنقل كل المسلمين واليهود المطرودين لاراضي الدوله العثمانيه. كمان بلغ كل اللي تحت حكمه ان هو هيستقبل كل اللاجئين، واي حد هيعامل اليهود بطريقه غير المسلمين هيتعاقب بالاعدام. الخطوه دي زودت المهارات الجديده والتحسينات اللي دخلت الامبراطوريه، وده ادى لنجاح كبير للسلطان الجديد. مع نهايه القرن ال15 بايزيد الثاني كان لسه ماسك عرش العثمانيين كزعيم ناجح جدا، وكان ساعتها لقبه العادل. ممكن يكون بايزيد على فكره من اكتر الحكام اللي ما خدوش حقهم في الامبراطوريه العثمانيه لحد النهارده، وزيه زي حكام كتير غيره بايزيد الثاني عمل انجازات كبيره ساعدت في استمرار قوة الإمبراطورية العثمانية لسنين طويلة. مع بداية القرن ال16 كان بايزيد الثاني داخل في حرب بحرية عنيفة مع البندقية واللي استمرت لسنة 1503. في الوقت ده العثمانيين بقيادة الأدميرال كمال رئيس كسبوا الحرب التركية الفينيسية، وده خلى الناس في البندقية يعملوا سلام مع العثمانيين. ورغم ان النصر ده عزز قوة العثمانيين في أوروبا، إلا ان الوضع في الأناضول كان بيتوتر أكتر. على سنة 1511 أنصار السلالة الصفوية بدأوا ان هم يتمردوا ضد القوة اللي عمالة تزيد للإمبراطورية العثمانية، بس في الآخر بيتراجعوا بعد هزيمة زعيمهم شاه كولو. وفي نفس الوقت حصل خلاف كبير على العرش بين ولاد بايزيد سليم وأحمد. الاثنين بدأوا ان هم يحشدوا الدعم من اقاليم وزعماء مختلفين، وبدأ مستشارين السلطان والانكشارية يظهروا ان هم بيميلوا اكتر لناحية سليم. ده غير ان في كلام وصل لبايزيد من احتمال ان احمد يطلب مساعدة من شاه اسماعيل في بلاد فارس. في الاخر سنة 1512 السلطان بايزيد الثاني بيقرر ان هو يتنازل عن العرش لابنه سليم، وبعدها بشهر بيتوفى بايزيد وسليم بيؤمر باعدام اخوه علشان يتجنب اي صراعات تانية. لما سليم مسك العرش اول حاجة عملها ان هو اتخلص من اي تهديد ممكن لمنصبه عن طريق ان هو اعدم كل اخواته وولاد اخواته، وده خلى تركيزه كله في الاخر على التهديدات الخارجيه. وطبعا من التهديدات دي شاه اسماعيل اللي كان في فارس واتباعه التركمان في الاناضول. وبعد ما قضى سليم على الثوره اللي عملها التركمان راح على طول على اسماعيل نفسه وهزمه في معركه جليران سنه 1514. قوات الصفويين في الوقت ده كانت كلها فرسان بسيطه، لكن جيش سليم الاول كان عدده اكتر من 100,000 جندي، ده غير ان هم كانوا بيستخدموا بنادق ومدافع. ومع نهايه المعركه دي العثمانيين بيدخلوا قيصر تبريز عاصمه الصفويين وبيكملوا تقدمهم لحد المماليك في مصر. وبعد انتصارهم في معركة مرج دابق سنة 1516 ومعركة دانيا سنة 1517 العثمانيين بيضموا مصر والحجاز وبلاد الشام، كل ده بقى تبع الامبراطور. سليم الاول توفى سنة 1520 وساب الامبراطورية، بس لما ساب الامبراطورية ما كانتش زي ما هي لا جغرافيا ولا ثقافيا. بيقول لك ان في حكمه وسعها حوالي 70% تقريبا. وبعد سليمان الأول ابنه الوحيد بقى السلطان الجديد، وبقى معروف في الغرب بلقب السلطان العظيم وفي الإمبراطورية العثمانية باسم المشرع. سليمان بدأ فترة من التغييرات العسكرية والقانونية والثقافية الضخمة جدا جوه الإمبراطورية، ورغم ان الشريعة الإسلامية ما كانش حاجة يقدر يمسها، سليمان بدأ ان هو يعيد هيكلة نظام التشريعات واللي كان ليه علاقة بالأراضي والضرائب والحيازة وغيره. والقوانين دي اتعرفت وقتها باسم القوانين العثمانية وفضلت مكملة لمدة 300 سنة. كمان عمل تعديلات على القوانين اللي أثرت على الديانات المختلفة في الإمبراطورية زي ما كان بايزيد الثاني بيعمل، زي مثلا إدانة رسمية لجرائم القذف ضد السكان اليهود. وفي نفس الوقت اللي كانت الإمبراطورية بتشهد فيه التحولات دي من جوه كانت بره حدودها برضه بتبني قوتها. سليمان الأول ركز على القوى المسيحية في أوروبا والبحر الأبيض المتوسط من أول حكمه تقريبا، وقاد جيش لانتصار في بلغارد سنة 1521 وبعدها بيستولي على رودز سنة 1522 بعد ما حاصرها لفترة طويلة جدا. وبعد 4 سنين لما بيواجه القوات المجرية مش بس بيديهم على عينيهم، لا ده بيعدم الملك لويس الثاني بنفسه بنفس ذات نفسه. وقتها السلطان سليمان لما شاف الجثة قال لك ربنا يرحمه ويحاسب اللي ضله بقلة خبرته.
بس الفكرة ان موت الملك المجري بشكل مفاجئ عمل فزاعة كبيرة جدا في المجر، وده خلى فيه صراع جديد على العرش بين ارشيدوك النمسا من عائلة الهابسبرج وفويفد ترانسلفانيا. طبعا السلطان العثماني كان بيكره عائلة الهابسبرج، فعشان كده اختار ايون آش كملك يبقى تابع جديد للمجر. وعلشان يتجنب ان هو يدخل في حوارات تاني مع عائلة الهابسبرج، سليمان بنفسه بيعمل حملة تانية سنة 1529 وكانت رايحة على فيينا. للأسف حصلت اضطرابات قبلها عطلت الهجوم ده واضطر ان هو يلغي التقدم. وفي سنة 1532 العثمانيين بيحاولوا مرة تانية ان هم يهاجموا فيينا، لكن للأسف برضو ما بيحققوش اي تقدم كبير، وده بيخلي سليمان يقتنع ان فيينا يعني قشطة مش مهمة قوي. بعد كده بيعمل اتفاقية سلام في القسطنطينية مع الارشيدوك فرديناند الاول، والطرفين اتفقوا على شروط الهدنه، لكن الاتفاقيه دي ما كملتش لفتره طويله قبل ما تنهار. لما ايون آش مات سنه 1540 كان واضح ان اي سلام كان باقي بين العثمانيين والنمساويين خلاص اتدشمل. فخلال شويه حملات وضم الاراضي في الفتره ما بين 1541 و 1543 اتقسمت المجر لثلاث دول مجريه منفصله. على جنب كان في دوله عائله الهابسبرج، واللي كانت جنب دولة ترانسلفانيا اللي طبعا تبع العثمانيين، وجنب دولة المجر العثمانية أصلا اللي كانت محمية والفترة طويلة. ولمدة 19 سنة كان في حروب عنيفة بس على فترات في المنطقة دي. الموضوع ده في الآخر انتهى بجولة طويلة من مفاوضات السلام سنة 1562. في نفس الوقت والخلاف ده لسه شغال بين الجانبين يعني المسيحي والمسلم في أوروبا، كان العثمانيين كمان بيواجهوا عداوة في الشرق الأوسط. سنة 1534 سليمان بدأ أول حملة من 3 حملات متكررة ضد المعارضة الفارسية. العثمانيين قدروا يصدوا الشاه وجنوده، وكانوا زي في لعبة شطرنج كده علشان يقدروا يسيطروا على أراضي أكتر، لحد لما في آخر حملة انتهت بمعاهدة سلام سنة 1544 وضمنت مكاسب أكتر للعثمانيين. في نفس الفترة البحرية العثمانية بدأت إن هي تكبر تحت قيادة القائد البحري خير الدين، وواجهت قوات الحلفاء الأوروبية جنب سواحل اليونان ونجحت نجاح ساحق، ووصلت للمحيط الهندي ووقفوا منافسة مباشرة مع البرتغاليين. سليمان بيموت سنة 1566، بس طبعا كان كل اخواته وولاد اخواته كلهم يا اما عدمهم يا اما اوريدي ماتوا، وبعد كده جه سليمان الثاني علشان يبقى هو القائد الجديد للامبراطورية العثمانية. على الدراما التركية لان سلطته الحقيقية كان دايما بيتأثر عليها من محمد شيكولو وزيره الاعظم وستاته وحريمه، اهمهم طبعا كانت مراته. ولان السلطان الجديد ما كانش مهتم بالسياسه اصلا، قرر ان هو يسيب معظم واجبات الحكم في ايدين الصدر الاعظم. لكن على الرغم من كده كان حكمه مميز بتبديل الحرب بالسلام في المناطق اللي كان ابوه بيتنازع عليها زمان. اول معاهده اتوقعت سنه 1568، وده خلق موجه جديده من السلام مع النمسا. المشاكل الكبيره الوحيده اللي حصلت في حكم سليمان كانت بعد ما اخذوا اراضي البندقيه في قبرص سنه 1570، وفي نفس السنه اتعمل فيها معاهده سلام مع روسيا في عهد ايفان الرهيب في القسطنطينية. بعد كده وبسبب العداوة اللي كانت موجودة في أوروبا حصلت معركة ليبانتو سنة 1571، انتصرت فيها البندقية مؤقتا، بس الانتصار ده ما طولش غير لمدة سنة، لأن سنة 1574 العثمانيين كانوا أمنوا قبرص وتونس قبل ما السلطان سليم الثاني بيموت، وبعد كده بيسيبوا الامبراطوريه في ايدين مراد الثالث. بعد ما خد فاس من البرتغاليين سنه 1578 بدا يوسع سلطته في المنطقه الفارسيه. بدا موجه جديده من الحروب كمان مع النمسا واللي فضلت مكمله لمده قرن، وخلال الفتره دي حصل تحالف مهم بين العثمانيين والنمساويين، بالرغم من ان في شروط واضحه كانت اوريدي لا مؤاخذه اتخرقت مع السياده العثمانيه. وكمان الفتره من 1570 ل 1590 شافت رجوع للاعمال العدائيه مع الصفويين، وفي نفس الوقت الاوضاع كانت جوه مش احسن حاجه. الصراعات اللي ما بتقفش كانت دايما بتتطلب ضرائب اعلى، وده طبعا بيزود التضخم وبيخفض في القوى العامله جوه الامبراطوريه. ده كمان سبب في ضعف ثقه قوات الانكشاريه، وباعتباره الثاني سلطان بس بعد سليم الثاني ما يقودش جيشه في معركه ابدا، بدات سلطته تتاثر جدا بسبب حريمه. ويمكن اكتر حاجه ملفته وهتبقى مهمه جدا ان هو امن علاقه دبلوماسيه مع الملكه اليزابيث الاولى ملكه انجلترا، بحجه يعني ان العالم الاسلامي والبروتستانتي بينهم حاجة مشتركة أكتر من اللي بينهم وبين الكاثوليك الرومان. السلطان في الوقت ده قدر يعمل اتفاقية تجارية مع الملكة الإنجليزية سنة 1581، وده ادى أولوية للتجار الإنجليز جوه الأراضي العثمانية. ركز في الحتة دي عشان من هنا بدأ الإنجليز ينخربوا. العلاقة دي فضلت مستمرة حتى بعد وفاة السلطان نفسه، وانتقلت من مراد الثالث لمحمد الثالث، وباعتباره آخر سلاطين القرن ال16 مسك محمد الثالث التحالف اللي كان بيزيد بين أتباعه الأوروبيين وعدو النمسا.
النمسا، وواجه في الأول خسارة لكنه بسرعة بدأ يرجع تاني ويهزم قوات عائلة الهابسبورج وترانسلفانيا في معركة كرشتيس سنة 1569. نهاية القرن ال16 ما جابتش غير شوية تحسينات بسيطة كده، ده غير اتفاق سلام بين الإمبراطورية العثمانية وواحد من القادة التابعين اللي هو كان اسمه ميهاي بتاع ترانسلفانيا اللي كان ناجح قبل كده في محاربة القوات التركية. السلطان محمد الثالث فضل ماسك العرش العثماني لحد القرن ال17 وحكم بعد كده لمدة 3 سنين. الإمبراطورية العثمانية بدأت القرن ال17 في إيدين السلطان محمد الثالث، وبعد ما عملوا السلام مع ميهاي اللي كان بيحكم مولدوفا وترانسلفانيا ووحدهم تحت علم واحد، الصراعات كانت لسه مستمرة في أماكن تانية. في أواخر القرن ال17 الإمبراطورية العثمانية بتدخل حرب لمدة 13 سنة مع عائلة الهابسبورج. بس احنا النهارده هنقف عند الحتة دي، عايزك بس تقولي في الكومنتس ايه هي الشخصيات اللي علمت معاك اكتر وحابب تعرف على تفاصيلها. الحلقه الجايه هكمل لك ازاي ايام العز دي بتتحول لامبراطوريه بيتقال عليها رجل اوروبا المريض. وبس كده، لو الحلقه دي عجبتكم لايك وشير الفيديو وسبسكرايب في القناه، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.